سلام الله عليكم متابعينا الكرام مشاهدينا الافاضل، حياكم الله اينما كنتم واينما وجدتم، وفي فيديو جديد ومعلومات جديده حول كل ما يتعلق بالهجره بالنسبه للجزائر. وبدون اطاله متابعينا الكرام مشاهدينا الافاضل، وكما هو موضح من عنوان الفيديو راح نتكلموا عفوا عن يعني تكلفه السفر الى دوله تركيا لمده شهر. يعني شحال خاوتي تسكاملك ويعني ولا سكامت لي يعني كلفتني الرحله الى دوله تركيا لمده شهر. وبدون اطاله متابعينا الكرام مشاهدينا الافاضل، اولا نبدا مع التاشيره. يعني تكاليف تاشيره تركيا حاليا راه يعني للتاشيره السياحيه العاديه لمده شهر راه يتكلف 2,700. اما بالنسبه للتاشيره التجاريه لمدتها يعني عام فتكاليفها يعني 4,800. يعني وهذه التأشيرة التجارية خوتي كما تعرفوا، يعني التجار هم فقط اللي يقدروا يستخرجوا هذه الفيزا أو التأشيرة التجارية من أول مرة. أما بالنسبة للفئات الأخرى فيجب عليه أن يتحصل على 3 تأشيرات سياحية، وفي المرة الرابعة يستطيع التقديم إلى التأشيرة التجارية لمدة عام. نعم، كما قلنا اولا التاشيره يعني التاشيره تكلف كم 2,700. التاشيره العاديه يعني مده شهر في 90 يوم. بالنسبه لتذكره الطائره يعني شفتها الان راهي تعمل 4,800 ذهاب واياب من الجزائر الى اسطنبول على متن الخطوط الجويه الجزائريه. المعيشه يعني في تركيا وشحال راح تكلفك، يعني الفندق الاقامه وغيرها. يعني لما توصلوا الى مطار اسطنبول، يعني مطار عفوا كمال اتاتورك باسطنبول، راح تروحوا للفندق. يعني كاين اللي يحجز في الفندق يعني كاين انا كما انا حجزت في فندق في وسط يعني اسطنبول، كلفني يعني من 200 الى حتى 300 دينار جزائري. اما الناس اللي يكريو في البيت او السكن الشبابي راح يكلفك 100 اورو يعني لمده شهر، يعني 2 ملايين بدراهم يعني لمده شهر. بالنسبه للمواصلات انا ننصحكم انكم تعملوا بطاقه او كارت يعني تاع المواصلات في الترامواي وفي المترو. يعني راح يعني تخدموها ب 150 ليره عفوا، وتلقاو فيها 100 ليره يعني. وتكلفه الرحله الواحده يعني من مكان لمكان راح تكلفكم 8 ليره فقط. يعني وانا انصح بهذه البطاقه لانها توفر عليكم الكثير والكثير. وانا شخصيا لما زرت تركيا عملت هذه البطاقه، وفرت لي الكثير فيما يتعلق بالنقل ويعني الانتقال بين المدن التركيه. يعني الاكل راح يكلفكم خاوتي من 200 الى 300 دينار في اليوم، يعني على حساب يعني كل واحد واش يصرف وكل واحد واش ياكل. وكذلك يعني لما تزور الكثير من الاماكن طبعا راح تصرف ميزانيه اكثر. يعني انا على كل يعني زرت العديد من الاماكن في تركيا، زرت مضيق البوسفور، منطقه بورصه، يعني جزر الاميرات، يعني زرت ايا صوفيا، يعني تجولت في تركيا في مصطفى باشا، في جرون بازار، في اكساراي، في يعني حتى زرت يعني إدرنا، يعني الكثير من المدن يعني في تركيا. وكلفتني الرحلة تاعي لتركيا لمدة شهر كامل خوتي كلفتني 15 مليون. نعم كلفتني 15 مليون دينار جزائري يعني بدراهمنا. راح تكلفك كما قلت 15 مليون. وكل واحد يعني هذا السعر يمكن يزيد يمكن ينقص، يعني على حسب الشخص والاكل تاعو والمبيت تاعو وين يعني اين راح يسكن، وكذلك يعني واش راح يشري. فهمتوني؟ يعني كل واحد واش يعني عفوا تكلفه. ولكن عموما يعني لما تكون انسان مقتصد راح تكلفك 15 مليون. ونتمنى خوتي انه الفيديو يكون عجبكم، وفي فيديوهات جديده ومعلومات جديده، وبالتوفيق للجميع خوتي. سلام.